مرحبا شباب، يسعد مساكم. اليوم بإذن الله الواحد الأحد بنزور متحف الحميدي للتراث. متحف الحميدي الواقع في ولاية جعلان بني أبو علي، الشارع المؤدي من مركز المدينة إلى الأشخرة. المتحف على جهة اليسار. طيب، فخلوكم معنا إن شاء الله، بنشوف إيش داخل المتحف. وطبعا الحميدي شخص مجتهد، وشخص حاول أنه يجمع أكبر قدر من التراثيات بطريقة ممتازة يعني. الحميدي بإذن الله الواحد الأحد، وخلوكم معي. طبعا هذه واجهة المتحف وشكل المتحف من الخارج. المتحف واقع في مكان اسمه حمة السرير في ولاية جعلان بني أبو علي. طبعا المتحف اجتهاد شخصي، ولكن صار فيه متابعة من الجهات المختصة، ونقولهم يعني لهم جزيل الشكر. هذه الأعلام طبعا تعلقت وارتفعت بعد موافقة الحكومة. متحف الحميدي للتراث، ولاية جعلان بني أبو علي. هذا هو مدخل المتحف. إن شاء الله بننزل وبنشوف إيش اللي موجود داخل المتحف، وكيفية تصميمه، وكذلك الاجتهادات الشخصية اللي قام فيها هذا الشخص، وبنتعرف عليه معرفة تامة إن شاء الله. حياكم الله يا شباب. نحن طبعا جلسنا شوي مع صاحب المتحف، اجتهد وعمل مكتب للتذاكر. طيب، لما نتكلم عن مكتب التذاكر، في بعض المتاحف في السلطنة تذاكر الدخول على 3 ريال وعلى 5 ريال وغيرها. هذه فقط تذاكر الدخول على ريال، ما يكلف شيء. ليش ما يكلف شيء؟ لأنك راح تتعرف على حاجات قديمة وعلى إرث قديم يفيدك، يفيد أولادك، يفيد الجيل ما شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بنمشي في المتحف حبة حبة. إيش اللي موجود داخل هذا المتحف من فخاريات، من أواني، من غيره. بنمشي وبنفصل الحاجات الموجودة من فخاريات، من أواني، من غيره. بنمشي وبنفصل الحاجات الموجودة من فخاريات، من أواني، من غيره. بنمشي وبنفصل الحاجات الموجودة. طيب، هذه القسم الأول اللي هو قسم الفخاريات. هذه الفخاريات اللي موجودة لحفظ العسل، وطبعا مسمياتها كثيرة. هذه المناديس القديمة الموجودة داخل المتحف أواني فخارية قديمة. قد يكون الشخص اللي هو من مواليد الستينيات، مواليد الخمسينيات والسبعينيات شافهن، لكن الجيل الجديد مواليد التسعينيات والثمانينيات والألفين ما أعتقد أن هذه الأواني شافوهن أو أنهم تعرفوا على أسمائهن. طيب، زوروا المتحف وتعرفوا على الأسماء، وتعرفوا على استخدام هذه الأواني. طيب، الحاضر في المتحف ما يمل. بعدها نتحرك إلى قسم السعفيات والجلود. هذه كلها مصنوع من جلود. هذه الأواني من جلود ومن سعفيات، سقا، ما سقا، وكرمة وغيرها من الحاجات القديمة. طيب، دائما نتكلم عن الشخص يجب أن يتعرف على الماضي، على أساس أن يشوف كيف الناس كانت تعيش، ويتخيل الحياة القديمة كيف كانت. اللي بيحضر في هذا المتحف بيتعرف حتى على مصطلحات قديمة كانوا أهلنا يستخدموها. نحن اليوم افتقدناها، وفقدنا هذه المصطلحات. طيب، هذه أواني جميعها نحاسية من النحاس الأصيل، يحتاج الشخص أن يوليه اهتمامه. هذه لبسات نسائية، بناجري، العواضد، هذاك الخاتم مغطي عليها الكشاف، هذا خاتم يلبس في الرجل، صبع الرجل. طيب، مرية من الصوغ القديم، مكحلة وغيرها. تعال هني اللبس الرجالي، المصارة الحيدرية وغيرها.
وهذا لبس متكامل للرجل القديم، خنير، يديله، محزم، تبارك الله، سباعية، اللي ما يعرف السباعية، مصر، وصار رنهم مرة ما شاء الله عليه صاقب. طيب، وبعد ذلك نمشي للقسم الثاني. طبعا هذا التلفزيون القديم والراديو وغيرها. بوديكم الحين لقسم الأسلحة، وقسم ممتع جدا صراحة ما تمل منه. هذا سرايب وفتيلة، أنواع مختلفة من المدالي النحاسية. شوف اللي هو الملاس من النحاس وغيرها. طيب، بمشي لكم من باب المقارنة، اللي هو حتى في المخدات. شوف هذه المخدة تحصلها في بيت الفقير، وقد تحصلها في بيت الغني، لكن في بيت الغني تحصل هذه المخدة، أو المقتدر ماديا ما تحصل مثل هذه المخدة. طيب، فشوف حتى الفرق في طبقات الاجتماعية اللي موجودة معهم. مكيالة العسل غير، مكيالة العيش غير. هذه منقل حلو يخزن فيه العسل وغيرها، يعني مرتب ترتيب عظيم جدا، يحتاج الصراحة أن الشخص يوليه اهتمام. بعض العوائل كانت يعني مثل الحين في ناس عندهم إمكانيات مادية، وفي ناس ما عندهم إمكانيات. فاللي كان عندهم إمكانية يستخدموا الباب والبيوت الكبيرة درواز. العوائل اللي ما عندها إمكانية تستخدم الزفنة. هذه الزفنة يقفلوا بها البيت. طيب، هذه معدة اللي هي بعض المعدة اللي هي معدة الفلاحين، القفير، وهذه المخرفة، هذا حد يسميه حبل طلوع، وحد يسميها اللي هو لصعود النخل يعني. طيب، هذه كلها حاجات قديمة، أنا في بعضها عارف مصطلحاتها وبعضها ما أعرف مصطلحاتها. فلما بتزور أنت المتحف بتتعرف، لأن في شباب ما شاء الله عليهم تبارك الله يعرفوا إيش اللي متواجد داخل المتحف كله بالكامل. أول نوع من السرايب وفتيلة، كان يحطوا فيه داخل فتيلة وتشب عليه النار. فبما أن ما عندي خلفية عن هذه الحاجات، ما أقدر أني أتكلم بحاجة قد يعني أوصل المعلومة بشكل خاطئ، لكن اللي أبى أوصله للناس أن قربوا وزوروا وتعرفوا وشوفوا، وكذلك اجتهدوا باجتهاد هذا الشخص، بحيث أن الشخص اللي معه حاجة تراثية قديمة ما مستفيد منها في البيت يوليها هذا المتحف في جعلان، وبيتوسع المتحف وبيكون مكان يعني يزوروه الأشخاص من كل بقاع السلطنة أو من دول الخليج أو من دول العربية وغيرها. فنحاول أن نجتهد. أنا أيضا راح أتكلم مع هذا الشخص بحيث أنه يوضع رقمه الخاص ويتم التواصل معه. الناس اللي معهم تراثيات في المنازل وحابين أنها تنعرض، هذا المتحف فاتح أبواب للجميع. هذه القسم فيه الكتارات والشلف العثمانية وكذلك الإنجليزية تتجاوز 150 سنة. المحازم، هذا محزم قديم أبو مشوط يسماله. طيب، هذه العملات النقدية اللي كانت تستخدم، هذه أنواع متعددة من السكاكين. بمجمل الكلام أن مثل هذه المواهب ومثل هذه الأماكن وبمثل هذه الاجتهادات يجب أن الناس أيضا تهتم وتركز عليها وتحاول أنها تدعمها معنويا ماديا، كذلك يكون الشخص يستمر، وأيضا نوصل المعلومة بالشكل الصحيح. أنا ما قدرت أني أشرح بعض الأمور لأني صراحة ما عندي خلفية عنها. هذه السلب من سيف، سلاح كندة، صمعة، أبو خمس، الشلفاء، هذه الشلفاء، هذه سيوف مختلفة، سيف عماني، سيف مفضض، وسيف بقصة نجدية، مذاخر الباروت سواء كان من جلد أو سواء كان من نحاس، هذه كلها مذاخر. طيب، يقول الشياب بدي السلب على القوت يمكن كنت أستاذ، وبلا سلب ما يحسبوك العوادي. هذه اللي هني الوزرة اللي كانت تستخدم، هذه طبعا هذه وزارة بريسم، وكان
في المكان اللي ينسج فيه هذا الوزار يسمى كارية، وكان في عدة أشخاص متميزين بالنسيج ومعروفين، منازل معروفة متميزة بالنسيج موجودة في جعلان بني بوعلى. فبما أن ما عندي خلفية عن هذه الحاجات ما أقدر أني أتكلم بحاجة قد يعني أوصل المعلومة بشكل خاطئ، لكن اللي أبى أوصله للناس أن قربوا وزوروا وتعرفوا وشوفوا، وكذلك اجتهدوا باجتهاد هذا الشخص، بحيث أن الشخص اللي معه حاجة تراثية قديمة ما مستفيد منها في البيت يوليها هذا المتحف في جعلان، وبيتوسع المتحف وبيكون مكان يعني يزوروه الأشخاص من كل بقاع السلطنة أو من دول الخليج أو من دول العربية وغيرها. فنحاول أن نجتهد. أنا أيضا راح أتكلم مع هذا الشخص بحيث أنه يوضع رقمه الخاص ويتم التواصل معه. الناس اللي معهم تراثيات في المنازل وحابين أنها تنعرض، هذا المتحف فاتح أبوابه للجميع. أيضا ما نغفل عن نقطة ألا وهي نقطة بداية الغيث قطرة. فما حد يقول أن هذه حاجات بسيطة، والله هذه حاجات ثمينة تقدر بعشرات الآلاف بل بمئات الآلاف، في الأماكن الأخرى ما موجودة. هذا الشخص اجتهاد شخصي جدا وحاول أن يجمعها في مكان واحد، وبالتالي الشخص اللي معه أي حاجة، سكين قديمة، فخارية قديمة، عنده نحاسية قديمة، أي حاجة يتواصل مع صاحب المتحف، والمتحف فاتح أبوابه للجميع. والاهتمام يجب أن يكون من الجميع، الاهتمام يجب أن يكون من الجميع. أنا حاولت أغطي بعض الأجزاء، وبعض الأجزاء أرجو أنكم تشرفوا وتزوروا هذا المتحف، وربي يعطيكم الصحة والعافية، وشاكر لكم على هذه المتابعة الطيبة.